باسل خياط كان عامل دور رهيب. انا دي كانت بدايه معرفتي مع باسل خياط. كان عامل دور واحد كبير يعني عنده حاجه و40 حاجه و50 وكان عامل شعر ابيض وبتاع، لدرجه ان انا بقول لك دي كانت اول مره اشوفه، انا كنت فاكره كبير. فبعديها لما شفت له تمثيليه تانية وشفت شكله عادي، فبنت على مراتي بقول لها بصي الواد العجوز بتاع طريقي، بصي مصغرينه ازاي. تقول لي مصغرينه ايه يا هبل انت؟ مصغرينه تقول لي مصغرينه ايه يا هبل انت؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست هري بس. البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجه بيشوفوها. اوقات بنتفق بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحه دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبره ولا كلام ناس دارسه، بس كلام ناس حابه الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام مسلسلات او تسمع اغاني فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست هري بس. ازيك يا محمد؟ ازيك يا زيزو؟ عامل ايه الاخبار؟ والله الحمد لله كله كويس. الصيف عامل ايه معاك؟ خلاص الصيف خلص؟ التاني ابتدى يروح والله يا زيزو، هو ما خلصش. انا واحد من الناس، انا ممكن اخلي الصيف ده يقعد لحد شهر 12 عادي يعني. بس الساحل قفل بقى خلاص اظن يعني. خلاص يعني ممكن فاضل له اسبوع كده وهتلاقي خلاص بقى كل حاجه قفلت وناس رجعت. كويس ان انا بحقد على الناس اللي لسه بتصيف وانا قاعد هنا. ماشي يا عم ما تصيف عندك يا عم، كفايه عليك صيف بقى، عندك كفايه عليك ساحل بقى وصور كفايه. ماشي يا عم هنتكلم في ايه النهارده؟ بص، احنا المفروض كنا عملنا حلقه في سيزون 1 عن الحاجات الاندر ريتد، ومينلي كنا بنتكلم عن الافلام الاندر ريتد ورشحنا للناس حاجات كتير قوي. واعتقد الحلقه دي كانت حلوه، في ناس كتير حتى قالت لي ان هم بيرجعوا للحلقه دي عشان يدوروا على افلام ما شافوهاش وحاجات زي كده وحاجات حلوه. ايوه. فقلنا نعمل حلقه زيها، يعني حلقه زيها بس مسلسلات بقى. ماشي جميل. قلنا كده نحاول نحضر كده الحاجات مثلا من يعني نص الألفينات كده لحد مثلا آخر 5-6 سنين كده، نشوف ايه الحاجات اللي كانت كويسة. طبعا في حاجات منها هتبقوا عارفينها أكيد، بس حاجات ما اتشافتش كفاية أو حاجات مثلا اتنست، حاجات ما اتشهرتش قوي يعني عامة، أو زي ما انت قلت حاجات اتنست، يعني حاجات يمكن الجيل الجديد ما يعرفهاش قوي، أو خصوصا الحاجات الأقدم يعني. بالظبط. في ناس برضو بتكسل تشوف حاجات قديمة، بتقولك التصوير كان زمان وحش، او بيفتكروا ان زمان كانت كل الحاجات وحشة والتمثيل كان مبالغ فيه. لا، مش كل الحاجات كانت كده يعني، كان في حاجات حلوة. ولو انت شفت كل الجديد وعايز حاجة ما شفتهاش او عايز حاجة انت ما تعرفهاش، فالحلقة دي ممكن تديك اقتراحات حلوة يعني. وباي زمان ما نقصدش زمان تمانينات وتسعينات وكده، لا هفتك يعني هتقول باي ذا واي باي زمان. لا بس فاحنا عندنا يعني حاجات برضو يعني هتلاقوا نفس الممثلين بتوع دلوقتي، هي بس حاجات اقدم شويه. طيب تعالى نبدا. احنا يعني بصينا كده على لستة المسلسلات اخر 15-20 سنه من اول الالفينات كده، ومشينا على المسلسلات كلها وشوفنا ايه الحاجات اللي هي احنا عجبتنا وكانت حلوه وبس ما اتشهرتش قوي، او مش ناس كتير سمعت عنها، يمكن عشان الظروف اللي نزلت فيها بقى، التوقيت او الزحمه، او يمكن ما كانش فيها ابطال باسامي كبيره، بس هي كان عمل حلو يعني. فهنقول لكم كام حاجه كده ممكن تبقوا تتسلوا فيها لو انتم مش لاقيين حاجه تشوفوها يعني. يلا كده تعالى قول اول حاجه معنا ايه. طيب هنبتدي بمسلسل انا شايف ان هو وقتها اتعرف يعني، هو يمكن بس انا قصدت احطه في الليسته اللي معانا عشان يعني ده كان 2007، ففي ناس كتير قوي ممكن من اللي بيسمعونا يبقوا ما كانوش متابعين في الوقت ده، كان سنهم صغير بتاع. فهو مسلسل الملك فاروق. المسلسل ده بصراحه ليه طيب؟ قلت لك قشطه يعني، مش حلو قوي، بس انت بتحب الحاجات التاريخيه دي. مش حلوه قوي يعني انا مش عشان تقريبا ما بقاش كداب برضه، انا مش فاكره. لا والله انا شفته ساعتها يا زيزو. ماشي يعني شفته ساعتها، مش فاكره قوي يعني، بس مش فاكر ان انا ساعتها حبيته، يمكن كنت يعني صغير يعني 2007 انت كنت صغير. يعني كنت لسه في مدرسة يعني، فيمكن ما حبيتش النوع ده ساعتها يعني، ما كانش دي دماغي ساعتها يعني. بس هو يعني هو مسلسل سياسي، هو الملك فاروق يعني، قصة الملك فاروق. ايوه انا افتكرت انا كنت متضايق من ايه ساعتها، افتكرت دلوقتي كنت متضايق ان البطل مش مصري يعني، كنا عاملين تمثيلية عن حد مصري يعني، قصة حياة حد مصري وكان البطل مش مصري. دي كانت حاجة من الحاجات اللي كنت مش فاهمها ساعتها يعني.
طيب هو بص، خليني برضو اشرح لك اكتر. هو المسلسل اخراج حاتم علي. حاتم علي ده مخرج سوري، فبالتالي هو اختار البطل تيم حسن. تيم حسن برضو ممثل سوري، كان جديد، كان اول مرة يطلع في عمل مصري تماما، ونجح نجاح جامد جدا بصراحة. يعني قدر ان هو يبقى قد الدور ده. المسلسل كان تأليف لميس جابر، ومتاخد من لميس جابر مرات يحيى الفخراني صح؟ اه وعلى فكرة تيم حسن ده جوز وفاء الكيلاني. اوكي، دي معلومة جديدة عليا بجد والله. جوز المذيع وفاء الكيلاني. كمل يعني، ده كده على ماشي. بس هو كان ستايله في الوقت ده، الناس بقى اللي قدنا ممكن تفتكر شوية او اللي اكبر، كانت التمثيليات السورية ابتدت تاخد ستايل كده معين، ابتدت تتشهر، ابتدت في ناس مصريين زي ما الناس كانت بتتفرج على حاجات تركي وحاجات لبناني، لا السوري كان شد جامد، وكان بيتنافس مع المصري بشكل جامد يعني. بس السوري طول عمره في الحته الانواع التاريخيه بس، يعني ما فيش ايوه ما انا قصدي هم شاطرين قوي في الحته دي، بس ما فيش بقى مسلسلات سوري عامه حلوه يعني، او انا ما اعرفش يعني مسلسلات سوري مشهوره غير الحاجات التاريخيه. هم شاطرين قوي في الحته التاريخيه دي. انا ما كنتش بتفرج قوي على حاجات سوري فما اقدرش احكم، بس انا فاكر الفقره دي، فاكر فقره ان انت مثلا تبقى بتزور ناس قرايبك او حاجه، فتلاقي تمثيليه سوري شغاله في البيت، كانت بتيجي على القنوات العاديه، الفضائيات المصريه بقى، دريم والمحور والقنوات دي كلها، فكان عادي يعني الموضوع السوري ده كان شائع وقتها. وفي الوقت ده برضو هو الوقت اللي مثلا سلاف فواخرجي طلعت، هو سيرين عبد النور طلعت، فكانت موضة شوية ان احنا كنا خدنا برضو على اللهجة، ودننا خدت على اللهجة علشان كان الناس ابتدت تشوف حاجات تركي، يعني احنا يمكن كنا في الاول مش متقبلين اللهجة فمش بنتفرج على حاجتهم، لكن لما شفنا التركي ودنا خدت على شفنا الاصعب بقى ودنا خدت على السوري، فبقينا نتقبل بقى نشوف حاجتهم يمكن. المسلسل برضه عشان ما نطولش قوي فيه، هو معاه غير البطل والمخرج اللي قلنا اساميهم، معاهم نبيل الحلفاوي، عزت ابو عوف، صلاح عبد الله، وفاء عامر، محمود الجندي. يعني طب ستايله ايه يعني؟ قول لي، انا دلوقتي واحد بسمع الحلقه عايز اقرر هشوفه ولا ما اشوفوش، ستايله ايه؟ شبه ايه؟ اشوفه لو انا بحب ايه كده يعني؟ لو انت بتحب الحاجات القديمه اللي هي فيها ازياء وموضه معينه، فيها علاقات، هو حياة الملك فاروق كانت مليانة علاقات رومانسية. تموت في العلاقات انت يا محمد. طبعا يعني شبه مثلا سرايا عابدين مثلا. انا ما شفتش سرايا عابدين، بس هو سرايا عابدين كان استغلال لنجاح الملك فاروق، فلو انت شفت سرايا عابدين وعجبك يبقى ديفينتلي هيعجبك. بس هو كان فرق ما بينهم كتير في السنين يعني، ما كانوش ورا بعض. بس انا بقول لك هو دي البدايه يعني. عارف انت مثلا زي ما أيوة فيلم كباريه هو اللي فتح مثلا انواع افلام بنفس المنظر، الفرح وساعه ونص والحاجات دي، هو مسلسل الملك فاروق هو اللي كان برودكشن عالي قوي، بنعمل بقى الفتره الملكيه. يعني انا لو عجبني سرايا عابدين اشوف الملك فاروق. ماشي. اديكوا خدتوا فكره يا جماعه هو شبه ايه كده. وهو مش حاجة سياسية بس، هو عادي سياسي، رومانسي، درامي، يعني في كل الحاجات دي كلها، والناس الكرو كله كرو جامد يعني. اوكي ماشي. التمثيلية الجاية هوجن بتاعت محمد عادل إمام. هي محمد إمام، انت بتقول محمد إمام ولا محمد عادل إمام؟ محمد إمام خلاص بقى حفر اسمه خلاص. لا انا بقول محمد عادل إمام لسه برضه. لا اكشلي انا ما بقولش لا دي ولا دي، انا لحد دلوقتي بقول ابن عادل إمام كمان. دي إهانة أكتر وأكتر يعني. أصلا ما بقولش اسمه أصلا، بتلغي شخصيته يعني. ماشي. المهم هو كان ابن عادل إمام وابن محمود عبد العزيز بقى، ما دام أنا قلت كده يبقى لازم أقول على التاني كده برضه. محمد إمام وكريم محمود. وأنت بتقول كريم محمود عبد العزيز ولا كريم عبد العزيز؟ ما هو في كريم عبد العزيز متاخده اوريدي، تو ليت، هو جه متاخر يعني. لازم اسمه يبقى لازم كريم محمود عشان نفرق ما بينهم يعني. كان معاهم مين تاني؟ أس وكان معاهم صلاح عبد الله، اسماء ابو اليزيد، صلاح عبد الله، عارفه عبد الرسول. عارفه عبد الرسول. ما اعرفش لو كان معاهم رياض الخولي ولا لا. طبعا رياض الخولي كان كان طالع يعني. كان موجود. دوره ايه؟ كانت هاجر يعني احمد برضو تمثيليه هي البطله اللي قدامه. ستايل حاجات محمد امام عامه يعني، ستايل الاكشن الكوميدي
بس على بقى على تمثيليه. كان هو عامل شخصيه واحد جاي من الصعيد، واحد عنده يعني قوه خارقه، اللي هو يعني ممكن يضرب حد يكسره، ممكن يزق معلش يزق عربيه بس طيارها. قبل ما تغوط، هو مش اكشن كوميدي بس، هي خلطة شعبية كده، تحس ان هو اه طبق كشري كده، اكشن على كوميدي على تراجيدي على ما هم 30 حلقة بقى يعني. رومانسي على يعني كده. عنده مساحة يعمل يعني، اكيد هيحب واحدة، ده البطل يعني اكيد. ففي قصة حب، في اكشن كتير، بما انه هو واحد اصلا عنده قوة جامدة وناس بتجري وراه طول البتاع وكده، وهو بيهرب من الناس وحاجات كده. وفي مواعظ بقى، وفي فساد، وفي مخدرات، اه وفي آثار، وفي وهو واحد اللي عارف هو انت برضو ايه كل قصة صعود كده، برضو بيبدأ صغير، برضو في مكان ما، وبيكبر وبيكسب ثقة الناس، ويكبر 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 لحد ما يبقى هو رئيس المنطقة ديت بيبقى ليه أعداء، وبيحب واحدة وبيأذوا الواحدة وبتاع والكلام ده كله. بالظبط، بس هي فيها بقى كل حاجة. فيها فيها كل حاجة كل فعلا، حاجة. فعلا تمثيلية مسلية جدا، مسلية جدا يعني. طول ما انت بتتفرج انت مش زهقان، مش عايز تجري حاجة، انت دايما الحلقة بتخلص عايز تشوف الحلقة اللي وراها. فوقك بقى من كل ده، شخصية كريم محمود عبد العزيز كانت رهيبة، كانت يا تحفة. كان لهوي، اسمه يا لهوي على لطفي لطفي الحراق. الحراق. كان اسمه لطفي الحراق، كان رهيب. كان عامل دور هايل، والناس ساعتها قعدت تقارن بقى، بما ان الاتنين دول ولاد ممثلين كبار معروفين، قعدوا يقارنوا ما بينهم. وانا لو يا هقول رايي يعني لطفي. لسه انا لو هقول رايي هدي يعني هقول ان كريم محمود عبد العزيز كان اقوى الصراحه في المسلسل ده. ودي كانت طبعا. البدايه الحقيقيه لكريم محمود عبد العزيز يعني، قبل بقى ما يبتدي يظبط كده ويعمل حاجات حلوه. كان عمال يعمل هلس قبليها، دي اظن كانت اول حاجه حلوه يعملها وتعلق. عندك بقى طبعا اسماء ابو اليزيد بقى. اسماء ابو اليزيد كانت عامله دور رهيبه، هي اصلا ممثله جامده جدا، وكانت عامله بنت شعبيه بقى، تنضف بقى يعني. هي بتتغني بقى وتنضف، بس بتفضل طبعا الحته الشعبيه دي ما بتروحش منها يعني. فبتعمل ميكس غريب كده، بس كان تمثيلها تحفه، كانت عامله دور تحفه، الدور كان مكتوب تحفه، وهي عملته حلوه قوي. والعلاقه ما بينها وما بين جوزها اللي هو كان كريم محمود عبد العزيز كانت مضحكه جدا يعني. كانت لقطاتهم مع بعض حلوه وبتضحك. فزي ما انت قلت بالظبط، هو التمثيل فيها كل حاجه، فيها تمثيل حلو، فيها اكشن، فيها كوميدي، فيها رومانسي، فيها سسبنس، فيها دراما، فيها لحظات دراما طبعا يعني. فتمثيلية حلوة، وجبة حلوة ومسلية جدا يعني. حسيت ان هي يمكن اتعرفت كل حاجة، بس حسيت ان هي اندر ريتد يعني كانت المفروض تتعرف اكتر من كده يعني او تاخد سمعة اقوى من كده يعني. سوكسي بالظبط. عندنا بعدها مسلسل الداعية. مسلسل الداعية بطولة هاني سلامة وبسمة، ومعاهم بقى ناس كتير زي ريهام عبد الغفور، أحمد فهمي بتاع واما، وصفاء الطوخي، وأحمد راتب، وإخراج محمد جمال العدل، وتأليف محمد العدل. طبعا العدل جروب بيحبوا يشتغلوا مع بعض ويشغلوا بعض يعني، تلاقيهم هم الإنتاج والإخراج والتأليف، ومش بعيد تلاقي حد من العيلة بيمثل عندهم كل حاجة. لو دلوقتي في واحدة اسمها ريم العدل كمان، دي مصممة ملابس. ليه اخترت الداعية؟ عشان مسلسل الداعية كان فكرته كانت جريئة جدا في وقتها يعني. هو كان بيتكلم عن الخطاب الديني، البطل بتاعه كان داعية إسلامي، المفروض ان هو وسطي شوية، وكان بيشتغل في قناة من القنوات الدينية. ابتدى يتعرف على بسمة اللي هي كانت ميوزيشن يعني، كانت بتعزف كمانجا وبس يعني. ابتدى بقى يبقى فيه علاقة رومانسية ما بينهم وما بين بعض. وكان بقى المسلسل ده في فترة حكم الإخوان. طبعا معز مسعود في نفسه قوي. الموديل ده كان يعني، المسلسل ده كان بيهاجم التيار اللي بيحكم، اللي هو تيار الإخوان المسلمين اللي كان بيحكم وقتها، أو التيارات الإسلامية المتشددة عموما. فوقتها في فترة حكم الإخوان، المسلسل ده نزل 2013، كانت تعتبر جريئة شوية يعني. كانت التمثيلية جريئة جدا. وانا ما اخترتهاش بس عشان هي جريئة، لان انا ما بحبش قوي اخش في السياسة وكده، بس انا اخترتها عشان هي كانت كعمل كانت حلوة يعني. عملوا القالب الرومانسي ده بشكل جديد، في كونفليكتس معينة جديدة بطريقة معينة. وفي الفترة دي كان لسه هاني سلامة كان لسه بخيره، كان لسه طالع
يا دوب مخلص الفترة بتاعت افلامه بقى مع يوسف شاهين وخالد يوسف وكده، فكان لسه في انا اظن كان اول مره يعمل المسلسل يعني، اظن. عارف انت دي الفتره اللي هي بعد الثوره وكده، لما ما كانت جت فتره ما فيش افلام يعني، محدش بينتج لان ما فيش ناس بتنزل سينما، فكان كل الممثلين بقى اتجهوا للمسلسلات. فكنا ابتدينا نشوف مسلسل للسقا، مسلسل لعادل امام، مسلسل لكريم عبد العزيز. دول كان كلهم ناس بتوع سينما يعني. فدي نفس الفتره بقى اللي هاني سلامه برضو اتجه للتلفزيون يعني. بالظبط يعني. فبصراحة يعني مسلسل رومانسي كويس، لو برضو بتدور على حاجة رومانسية اتفرجوا عليها بس يعني. ده اعمق بقى يعني، اعمق مش مجرد رومانسي يعني. يعني مثلا بعد الفراق ده هو كان قصة رومانسية ما فيهاش اي ابعاد اخرى، لكن لا ده في رسالة وفي في مسجات طبقة وفي في حاجات طبقة تانية يعني. سياسية شوية زي مغلفة العلاقة الرومانسية دي. المسلسل اللي بعده انت اللي اتفرجت عليه كان مسلسل بعد الفراق. جميل. خالد صالح. اقول لك انا بقى يا سيدي، بعد الفراق ده كان في رمضان، كان هند صبري وخالد صالح، كان اخراج شيرين عادل على ما اتذكر. و اول حاجه شدتني في المسلسل التتر عامه يعني. التتر اصلا كان حلو قوي يعني، اغنيه انا بسمعها لحد دلوقتي، اغنيه عادي ممكن تسمعها مالهاش علاقه بالتمثيليه. كانت اغنيه حسين الجسمي، اغنيه رومانسيه كده حلوه. وانا اصلا كده بحب خالد صالح جدا، وكانت تقريبا اول مره يعمل حاجه رومانسي يعني. هو المسلسل رومانسي يعني. هو وخالد، هو وهند صبري كانوا صحاب قوي زمان وهم في الحاره وكده، وهم اطفال وكانوا فقراء جدا. وبعدين ده مش حرق يعني، ده لو شفت التريلر ده اللي هيطلع يعني. بعدين هم اتفرقوا، وهي كبرت شويه في الشغل ومش عارف عملت حاجات يعني خلتها توصل. هما الاتنين صحفيين ها. فهي اتنزلت شويه عن بقى ان هي تبقى نزيهه، وابتدت تخش في ايه، انا يعني عايزه تشير، فممكن اكتب اخبار اي كلام، ممكن اعمل حاجات تشعلل الدنيا وخلاص وكده. وهو كان يعني رافض لهذا الاسلوب، هو كان عنده بقى ضمير مهني والكلام ده يعني. وبعدين اتقابلوا بعد بقى 20-30 سنة وهم كبار بقى بالصدفة يعني. وابتدوا بقى يسترجعوا بقى النوستالجيا، واحنا كنا بنحب بعض زمان وايه اللي حصل، طب ما تيجي نحاول نقرب من بعض تاني. فلما حاولوا يرجعوا تاني برضو يعني اكتشفوا بقى خلافات، وان كل واحد اتغير وكل واحد ما بقاش زي زمان وكده. فانا كان عاجبني حتة النوستالجيا دي، والقصة الرومانسية اللي ما بينهم كانت حلوة، وتمثيلهم هما الاتنين كان حلو. الاحداث كانت حلوه، التمثيليه كانت ظريفه يعني على ما اذكر يعني. برضو الكلام ده من زمان قوي، مش فاكر سنه كام بالظبط، بس قديمه يعني قبل 2010 فور شور، ممكن تبقى 2006 2007 حاجه كده. انت لو بتحب خالد صالح، لو بتحب التمثيلات الرومانسي يعني حاليا مش فاكر قوي حاليا ان في تمثيلات رومانسي ريسنتلي يعني. فدي حاجه رومانسي، ورومانسي ناضج كده، مش رومانسي شباب، رومانسي بتاع اتنين يعني، اتنين كبروا في السن، اتنين بيفكروا بعقلهم يعني، بيتحطوا في مشاكل حقيقية في الحياة، مش حب أفلاطوني كده وهبل يعني، فاهم؟ بياخدوا قرارات صعبة يعني، ممكن يجوا على نفسهم علشان هم بيحبوا بعض، بس هو الوضع مش نافع أو ما يسمحش دلوقتي، أو الظروف أو فهو واقعي يعني. تمام. بس طيب. ومن الحاجات يعني، خالد صالح أصل خلاص ربنا يرحمه، فمالوش أعمال جديدة. فلو أنت بتحبه ودي حاجة انت لسه ما شفتهالوش او ما سمعتش عنها قبل كده، ففرصة تشوف له حاجة جديدة يعني، فاهم؟ تمام. طيب عندنا ايه تاني بعده؟ كفاية تمثيلية بحبها رومانسي جدا. بقى. نخش بقى شوية سوبر ناتشرال، شوية شخصيات كتير، شوية حاجة ميستري. تمثيلية العهد اللي هي ليها اسم تاني، الكلام المباح. دي تمثيلية حلوة قوي، كانت جيم اوف ثرونز كده بالظبط يعني محاولة مصرية لان هم يخلقوا عالم معين من زي فيه كذا كفر وكذا حتة في عهد قديم، زي بقى الفترة بتاعت ألف ليلة وليلة، الفترة بقى اللي هي الناس بقى الأجيال بقى اللي قبلنا بتاعت السيرة الهلالية والحاجات دي، اللي هي لما الناس كانت بتركب حصنة وتمسك سيوف فيها، بيتعاملوا بالعملات اللي هو مع سرة من الدنانير بقى والكلام ده. بس معمولة بقى بشكل مودرن. هي بطولة آسر ياسين، غادة عادل، وشيرين رضا، سلوى خطاب، وكندا علوش، وهنا شيحة، وناس بقى تانية كمان كتير أكتر يعني. وباقة من ألمع النجوم، باقة من ألمع النجوم، صبا مبارك، أحمد العوضي، شرنوبي، أروى جودة. لا يعني في ناس كتير قوي كتير يعني.
وكلهم واخدين حجم يعني. مم. خالد كمال كان عامل دور برضو حلو قوي، احمد مجدي، ايتن عامر. فلا يعني تمثيليه مليانه ناس كتير جديده بالنسبه لي. انا ما شفتش الحاجات دي من زمان. دي حقيقة. وفكره ان في لعنات معينه او في سوبر ناتشرال باورز. خلي بالكم احنا بنتكلم على 2015 يعني. مثلا في 2020 اتعملت بارانورمال او ما وراء الطبيعه مثلا، نتفليكس عملتها. ف 2015 ده كان جديد جدا ان حد يعمل حاجه زي كده. لا بس ستيل هو مفيش حاجه شبهها لحد دلوقتي يعني. انت هم عاملين بارانورمال وفي نفس الوقت في زمن قديم يعني. اكننا بنتكلم في جيم اوف ثرونز، توقيت جيم اوف ثرونز والاجواء بتاعت جيم اوف ثرونز والحصنه والسيوف والكلام ده، وكمان بقى ظواهر خارقه وسحر وكده يعني. اكنك دخلت جيم اوف ثرونز في هاري بوتر، فاهم؟ كانت ميكس غريب قوي الصراحه يعني. واللذيذ كمان ان هي معموله بشكل مودرن يعني. انا برضو عايز استرس على الموضوع ده، لان احنا الهيستوري بتاعتنا القديمه عن الحاجات دي ان هم كانوا بيجيبوا ناس بتتكلم باللغه العربيه او لغه مجعلصه او حاجه زي كده. لا دي بقى تأليف محمد امين راضي، فاللغه شعبيه قوي يعني. الناس بتتكلم السبعة ده. ايوه بالظبط كده. فهو المؤلف، هو بيألف حاجات برضو هو بيحب النوع ده، الحاجات هو بتاع منورة بأهلها أظن برضو. مظبوط. هو كل حاجته يعني. انت لو بصيت على كل الأعمال اللي هو عاملها، هو ليه ستايل كده معين. بيعمل حاجات غريبة دايما. في حتة اللي هو السوبر ناتشرال دي، اللي هو حاجة مش طبيعية، تحس ان في سنة سحر، سنة عالم تاني كده يعني. بالظبط يعني. حاولوا برضو يعملوا حاجة شبهها بعدها بكذا سنة كده اسمها مملكة إبليس. بس لا يعني العهد كانت معمولة حلوة قوي. أظن كان المفروض يبقى ليها جزء تاني، صح ولا؟ هي نهايتها مفتوحة. ممكن تيجي على جزء تاني. بس أنا بحس إن في يعني، أنا من الناس اللي بتحب آسر ياسين جدا، بس أنا بحس إن في ناس كتير عندها مشاكل مع آسر ياسين، فبالتالي هو مش جماهيري يعني. هو حاجة ممكن تبقى جامدة جدا يعني. هي فعلا تمثيلية العهد دي ناجحة جدا، ويتعمل منها أجزاء بقى ويتعمل ملحمة يعني منها. بس للأسف واضح إن هي استحالة يعني. انت شفت كل الأسامي اللي قلتها دي، انت استحالة تلاقي منتج يعرف يجمع الناس دي كلها. دي هتبقى تكلفة التمثيلية حاجة خارقة يعني. فصعب قوي 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 يتعمل منها جزء تاني، مع ان هي كأحداث وكده هي طبعا تستحمل جزء تاني يعني. في قصة ينفع تبقى جزء تاني. انا بقول لك يستحمل زي ما انت قلت ان هي مفتوحة. انت زي ما انت بتقول هي نفس فكرة وستايل جيم اوف ثرونز. فانت ممكن تقعد هو ممالك مختلفة، وكل مملكة عايش فيها ناس بستايل مختلف، واليوم حاكم معين. ممكن تعمل جنريشنز وده ابن مين وده معرفش كذا. انت ممكن تقعد تكمل فيها forever يعني. صح. بس هو التكلفة هتبقى صعبة قوي. الحاجات دي بتبقى تكلفتها، انت باني سيت كامل وملابس للناس دي كلها وديكورات للبلاد المختلفة دي كلها. لا غير بقى تمن الممثلين نفسهم. فالموضوع يعني مش بالزبط. مستحيل. ده الموضوع اكتر من مستحيل ان يتعمل لها جزء تاني يعني. بس هي كانت حلوه كانت حلوه قوي. ومن الحاجات اللي شدتني قوي بقى ليها الميوزك بتاعتها، كانت بتاعه هشام نزيه. وبجد بجد من اقوى الحاجات اللي عملها هشام نزيه يعني. هشام نزيه اساسا لوحده هو كده عارف اللي هو زي ضمان ان الحاجه دي مزيكتها حلوه. دي كمان بقى من الحاجات المميزة قوي اللي عملها هشام، اللي هي مزيكا انت ممكن تسمعها لوحدها يعني. هشام نزيه يا جماعة اللي عامل معظم حاجات تقريبا مروان حامد يعني. الفيل الأزرق، كيرة والجن، هو اللي عامل مون نايت بتاع مارفل. يعني هو اللي عمل يعني. الموسيقى بتاعت موكب المومياوات. ايوه المخرج عندك خالد مرعي ده برضو أخرج حاجات نفس السكة يعني. هو اللي أخرج السبع وصايا، وأخرج بقى حاجات تانية. مخرج البيت بيتي أظن لو أنا فاكر. نيران صديقة، فيلم لف. مخرج البيت بيتي مونتير أصلا يعني. خالد مرعي ده كان بيعمل مونتاج أول ما طلع، وقعد فترة طويلة بعدين تحول لمخرج يعني. فلا يعني برضو دي من الحاجات اللي برشحها جدا. عندنا ايه تاني يا زيزو بعدها؟ قول انت بقى اللي بعد. والله يعني انا لسه ببص على الليسته دلوقتي، شفت الاسم مش عارف، خايف اقول برضه لانه رومانسي برضه فيعني طريقي يعني
طريقي شيرين بقى كانت اول تجربه ليها بعد ميدو مشاكل، قعدت بتاع 20 سنه ما مثلتش تاني، وبعدين رجعت بطريقي. واخر طريق واحده ولا عملت حاجه تانية؟ ما اظنش ان هي عملت حاجه تانية بعد طريقي، لا. مم. مم. طريقي دي يا سيدي كانت نفس بص، قبل ما كرو. تبتدي انا بس استغربت ان انت رشحتها، لان انا طول عمري في نظري شيرين ما بتعرفش تمثل يعني. شيرين هي شيرين ميدو مشاكل. فما فكرتش اصلا يعني، عارف طبعا انا عارف ان ودي بقى هو كانت حلاوه التمثيليه بقى على فكره. عارف ليه؟ عشان الشخصيه اللي هم جايبين، هم ما خلوش شيرين تمثل، هم كتبوا شخصيه شبه شيرين. اوكي فاهم قصدي؟ يعني مش شيرين اللي راحت للدور، هم اللي جولها. يعني هم كتبوا شخصيه ما تتعملش، هي شخصيه شيرين ما تتعملش غير بشيرين. عشان كده هي ما مثلتش غيرها، لان هي تقريبا ده ما كانش يعتبر تمثيل. هي قالوا لها شيرين تعالي عايزينك زي ما انت كده، اعملي زي ما انت بتعملي في العادي بالظبط. يعني انا وانا بتفرج حاسس ان انا بتفرج على شيرين، مش بتفرج على شخصيه، حاسس ان انا بتفرج على قصه حياه شيرين. لان هي طريقي عباره عن واحده نفسها تغني من صغرها، واهلها بيمنعوها وبيحرموها من الغنى، يدخلوها مدرسه ناشفه قوي بتاعت راهبات وكده، وهي بتحاول بقى تغني مع صحابها في الفصل والكلام ده كله. وبعدين بتكبر، بتحاول بقى يعني تتبع بقى حلمها بتاع الغنى ده، وتحاول تدور على منتجين، وتحاول تروح تقدم في الإذاعة والكلام ده كله. فهي يعني تحسها هي قصة شيرين، واحدة بتحاول توصل يعني ان هي رحلة صعود، يعني زي ما اي مغني بيعمل فيلم او تمثيلية يعني. بس كانت لايقة على شيرين. كان فيها احداث حلوة، كان فيها تمثيل جامد قوي من بقية الكرو. كان فيها محمود الجندي، كان فيها باسل خياط، كان عامل دور رهيب. انا دي كانت بداية معرفتي مع باسل خياط. كان عامل دور واحد كبير، يعني عنده حاجة و40 حاجة و50، وكان عامل شعر ابيض وبتاع، لدرجة ان انا بقول لك دي كانت اول مرة اشوفه، انا كنت فاكره كبير. فبعديها لما شفت له تمثيليه تانية وشفت شكله عادي، فبنت على مراتي بقول لها بصي الواد العجوز بتاع طريقي، بصي مصغرينه ازاي. تقول لي مصغرينه ايه يا هبل انت؟ مصغرينه تقول لي مصغرينه ايه يا هبل انت؟ ده ده هو صغير اصلا، ده في تمثيليه طريقي هو كانوا مكبرينه. فانت متخيل يعني للدرجه دي عمل الدور حلو كنت يعني. مقتنع ان هو راجل كبير، انا كنت فاكره بجد واحد كبير. فكان تمثيله تحفه، كان محمد ممدوح تحفه، كان احمد فهمي عامل دور كويس. كان فيها محمد ممدوح كان عامل دور تحفه بجد. كان محمود الجندي اظن كمان. مين المخرج او مين المؤلف؟ تامر حبيب اظن المؤلف، والمخرج محمد شاكر خضير لو انا فاكر صح. يعني صلح لي كده لو انا غلطت عشان ما نكدبش على الناس، بس ده اللي انا فاكره. وكان معاهم ياسمين صبري كمان، صحيح ياسمين صبري كانت عامله دور حلو قوي. وكان في حته برضو كبيره في التمثيليه في اجازه الصيف بيروحوا اسكندريه وبينزلوا البحر في عايده في المنتزه وبتاع، فكان فيها اجواء حلوه يعني. ياسمين صبري كانت عامله دور حلو، طول ما هي دور تاني كانت ظريفه يعني، ما كانتش واخده دور كبير، فكانت مش باين اي مشاكل يعني. وبس تمثيليه حلوه، فيها تمثيل حلو، فيها قصه حلوه، فيها اغاني حلوه يعني، ارشحها ودي من اجدد الحاجات اللي قلناها سو فار اظن يعني. طيب رايح بقى عم الرومانسي، هدي للناس انا بجد شكلي طالع وحش قوي في الحلقه دي. انا كل ما يجي حظي يطلع تمثيليه رومانسي. لا انا هدي للناس حاجه نكد بقى دلوقتي. نكد عليهم بس يعني بس ناقصه نكد يعني. كفايه بقى يعني فوقوا بقى شويه. انا بحاول ادي الناس امل في الحياه واديهم حاجات رومانسيه بتاع الناس. الواقع مش رومانسي، الواقع مش رومانسي يا جماعه. ماشي. طيب انا عندي ابو عمر المصري. ابو عمر المصري هقول لك بقى ليه. يعني قبل ما اقول هي بطولة مين واخراج مين وكده، هي اللي كاتب القصة الرواية كاتب اسمه عز الدين شكري فوشير. عز الدين شكري فوشير ده يعتبر كاتب ماشي انا سمعت صح يعني. هو ده كاتبي المفضل دلوقتي، يعني اكتر حد كاتبك المفضل كمان يا ما شاء الله. عندك كاتب مفضل يا محمد ما شاء الله. والله اسمه فوشير. يعني قريت له مثلا حوالي خمس ست روايات. فهو كتب الرواية او كتب 3 روايات اللي منها عملوا بقى منها المسلسل. اخدته بقى مريم نعوم، هي اخدت الروايات دي وهي اللي كتبت بقى السكريبت بقى، ومعاها المخرج احمد خالد موسى، وطبعا بقى بطولة احمد عز.
بطولة احمد عز، اروى جودة، منذر ريحانة، محمد سلام كان طالع في دور تراجيدي، ما كانش طالع في دور كوميدي خالص تقريبا، بس المرة الوحيدة يعني. مسلسل دارك شوية، مش لأي حد برضو. مسلسل بيتكلم عن حد عادي، كان واحد طالب في كلية حقوق واتخرج وبقى محامي وكده، وهو كان معارض شوية، طبعا اتعرض لظلم وتعرض لحاجات معينة، فواحدة واحدة بيبتدي ينضم التنظيم متطرف شوية، تنظيم إرهابي، بس يعني من الآخر هو لا بس حاجة... كل ده انت ما حكيتش التمثيلية يعني. هو بقى بيكبر قوي في التنظيم دوت، وبيبقى حد مهم قوي تحت اللي هو الدراع اليمين يعني، وبعدين بقى التمثيلية كلها بقى ان هو عايز يطلع من التنظيم. يعني هو بيحاول بقى، هي قصة التمثيلية مش يعني هو مش بيجيب لك بقى ان هو دخل التنظيم، يعني هي بداية التمثيلية اول حلقة خالص هو بيحاول يخرج من جايبينه وهو بيحاول يهرب، فهي القصة كلها بتبتدي، او يعني القصة كلها بتتحكي ان هو بيحاول بقى يخرج، او هو رجع في كلامه، او هو يعني رجع لصوابه بقى وعايز يخرج من التنظيم. وعلى مدار التمثيليه بيجيب لك فلاش باكس بقى، بتفهم هو ازاي دخل، هي ايه اللي رحله دخوله ورحله خروجه. بس قصدي فكره ان هو واحد بقى بيحاول يخرج، مش واحد دخل وخلاص، وهي التمثيليه عباره عن واحد جوه التنظيم. التمثيليه دي فيها تمثيل عالي قوي من احمد عز. حلو قوي. فيها تمثيل عالي جدا من احمد عز، وده عشان انا بشوف ان في ناس كنا نزلنا كده بوست من كام يوم ده الناس على احمد عز وكريم عبد العزيز، فانا فوجئت ان في اراء ناس كتير قوي شايفه ان احمد عز ما بيعرفش يمثل. يعني ممكن اكون بفضل ممثل على ممثل تاني او كده، بس انت لو خدت بالك معظم الناس اللي في الكومنتات يعني البوست ما شاء الله ومش عارف ايه اللي حصل، بس وصل 12,000 لايك وبتاع. معظم الناس اللي في الكومنتات اللي بتنتقد احمد عز، لو خدت بالك معظمهم بسبب حياته الشخصيه يعني، بدون دخول في تفاصيل يعني، بس معظمهم بيقوم رامي جمله اللي هو طب ما تشوف مش عارف ايه، طب ما احمد عز ده انتوا ازاي لسه بتشوفوه بعد اللي عمله كده يعني. لكن محدش دخل قال يا جماعه احمد عز افلامه وحشه ولا بيمثل وحش. الناس بتدخل الحاجات في بعض يعني. وبرضه احمد عز مشهور اكتر بالافلام، فالناس دايما لما تقول يا احمد عز هيقول لك ملاك اسكندريه، هيقول لك الرهينه، هيقول لك بدل فائد، الشبح، الافلام دي كلها. بس مش هتلاقي ناس كتير قوي بتتكلم عن المسلسلات، لان في مسلسلات كتير هو عملها خيشت شويه، زي مثلا الادهم وزي كذا حاجه تانية، بس ده من المسلسلات الحلوه قوي اللي هو عملها. بس برضو تاني لو هتتفرج على كده توقع ان انت بتتفرج على حاجه نكت شويه، يعني حاجه واقعيه، ما احنا بنتكلم عن قصه ارهابي فاكيد مش هتبقى تمثيليه كوميدي يعني. بس هي بجد تمثيليه حلوه يعني. ممكن نبقى من كل اللي قلناهم دي من احسن 3 فيهم يعني. انا التمثيليه دي بحبها جدا الصراحه. والتتر بتاعها كان برضو حسين الجسمي، والاغنيه كانت حلوه يعني، مؤثره كده كمان. تمام. طيب بس نيجي بعدها بقى اكتر نوع انا بحبه في المسلسلات عموما بقى، وهرشح فيه حاجتين. عندنا الاول بدون ذكر اسماء، وعندنا موجة حر. وهقول لك ليه بقى، هقول لك ليه ده نوعي المفضل، وهقول لك ايه هو النوع، هقول لك كل حاجه دلوقتي، اصبر بس عليا. عندنا النوع اللي هو بيتكلم عن الحياه الاجتماعيه بتاعه او الحياه السياسيه بتاعه البلد من خلال اسره او مجموعه اسر مع بعض، زي بقى ليالي الحلميه، زي زيزينيا، زي الحاجات اللي هي بيبقى فيها شخصيات كتير جدا. الشخصيات دول بتلاقيهم دايما بقى من طبقات مختلفة، وكلهم بينترسكتوا مع بعض في الحياة العادية. فلو جينا نبتدي مثلا بدون ذكر أسماء، فدي نزلت سنة 2013، في نفس السنة بالمناسبة اللي اتعملت فيها ذات، ويمكن عشان كده ما اتشهرتش قوي بدون ذكر أسماء، لأن ذات هي اللي أكلت الجو في السنة دي حقيقة. ودي كانت إخراج تامر محسن وتأليف وحيد حامد، ودي برضو من الحاجات القليلة اللي وحيد حامد عملها في أواخر الألفينات، وإن هي مسلسل مش فيلم. فطبعا كانت يعني كفاية إن أنا أقول وحيد حامد، الاسم بيعرف نفسه يعني. دي بطولة أحمد فيشاوي ومحمد فراج وروبي، حورية فرغلي، وليد فواز، فريدة سيف النصر، عبد العزيز مخيون، شيرين رضا، ناس كتير جدا جدا جدا، مي سليم، سهر الصايغ.
فيعني انا خايف وانا عمال بقول الاسامي انسى حد من كتر لا ما ما هي تخافش يا فيها حبيبي، ما كاركتر. تخافش، محدش بيسمعنا، ما تقلقش. هيزعلوا مني يا اه زيزو. الفنانين هيقفشوا علينا، معلش. عجبتني قوي لان هي كانت بتتكلم عن مصر بقى وقت الثمانينات، وبداية بقى ظهور برضو الطيارات الإسلامية. برضو لو يعني خدوا بالكم 2013 تاني حاجة اهو في الحلقة، كانت المسلسلات في الوقت ده بتناقش الموضوع ده، لأن كان في زي خصومة مع النظام الحاكم في الوقت ده يعني. بس بيجيب بقى الناس دي من تحب انت المشاكل قوي يا محمد. أنا أحب أي عوق كده وأي مشكلة طب ايه نوعها؟ ايه المهم، يعني، دراما، كوميدي، رعب؟ لا دراما. هي دراما بقولك بتجيب حياة الناس دي من وهم صغيرين، من وهم يعني من أول فيشاوي ده من أيام ما كان لسه في ثانوية عامة لحد ما كبر وبقى حاجة كبيرة. إخواته البنات يكبروا بيتجوزوا، كل واحدة بتتجوز وقد إيه ده بيرفلكت إن شخصيتها بتتغير بناء على جوزها والحياة اللي هو عايشها. بيجيب لك بقى برضو العالم السفلي بقى بتاع أطفال الشوارع والشحاتين وكده، بس طريقة حلوة، مش بطريقة مقززة أو طريقة تقرف. كان في كيمياء عالية جدا 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 ما بين فيشاوي وما بين فراج. هما الاثنين كان كيميتهم عالية جدا مع بعض. ليه ما عملوش حاجات أكتر مع بعض يعني تحس إن هما كده إيه بيسلموا بعض كده، عارف، تحس كأن حد بيباصي لحد عشان يشوط ويحط جون كده يعني. فيلم فراج كمان كام يوم، يا رب يطلع حلو. هو غالبا على الوقت اللي الحلقة هتنزل فيه هيكون الفيلم نزل خلاص ان شاء الله. برضو هنحاول نديكوا ريفيو كده على البيج. بس تأليف وحيد حامد واخراج تامر محسن. تامر محسن ده يا جماعة مبدع يعني، بالنسبة لي من اقوى المخرجين يعني. ده اللي عمل لعبة نيوتن صح، وهذا المساء وتحت السيطرة. هو يعني مينلي مسلسلات، ما اظنش انه عمل افلام يعني، بس عمل برضو فيلم مع وحيد حامد. برضو وحيد حامد هو الكاتب وهو المؤلف، وكنا قلناه في الحلقة بتاعت قطو وفار. اوكي ده يمكن الفيلم الوحيد كنا برضو رشحناه في الحلقة بتاعت بس غير كده هو تخصص مسلسلات، وبصراحة ماشي يعني، ما عملش حاجة وحشة من الآخر يعني. يمكن حاجته مش كتيرة، هو أول حقيقة هو بياخد وقته ما بين الحاجات، بس بيعمل الحاجات كلها حلو. يعني هو أول إخراج ليه كان هو بدون ذكر أسماء من 10 سنين بالظبط، فلحد دلوقتي مثلا عمل يمكن 4 حاجات، فبياخد وقته بس بيطلع حاجة حلوة قوي يعني. ماشي. يعني شهادتي فيها مجروحة شوية لأن أنا لسه أنا بتفرج عليها دلوقتي. برضو كان بترشيح من حد يعني باسط جدا في رأيه وفي ذوقه. هي بقى تأليف أسامة أنور عكاشة، تمثيلية موجة حرة. هو يعتبر هو اللي ألف البيز، وبرضو أخدتها مريم نعوم وكتبت بقى السيناريو بطريقة جديدة لأن هي رواية قديمة يعني، أو من كتاباته القديمة شوية. التمثيلية إخراج محمد ياسين، وهو برضو من الناس اللي أخرجت حاجات مش كتيرة بس بالذات في السنين الأخيرة يعني، بس الحاجات اللي بيخرجها كلها بيبقى فيها مختلفة كده، مش حاجة تقليدية يعني. هو المخرج بتاع مسلسل الجماعة، مخرج مسلسل أفراح القبة، فبرضو مخرج كبير جدا. بطولة بقى برضو بطولة جماعية فيها ناس كتير يعني، عندك إياد نصار، رانيا يوسف، درة، خالد سليم، علي زايد، صبا مبارك، مدحت صالح، جيهان فاضل، دينا الشربيني، بيومي فؤاد. فمليانة ناس كتير. أنا مش متخيل إن دي أول مرة نقول بيومي فؤاد في حلقة النهاردة. كانت لسه هوجة بيومي فؤاد ما بدأتش، عشان احنا كل الحاجات اللي قايلينها قديمة شوية. وكان طالع في دور جد بقى. دلوقتي انت ما تقدرش يعني تقول حاجة من غير ما تقول كلمة بيومي فؤاد. هو راعي الكوميدي الأول يعني في ناس أصلا السعودية بقى بيتعمل له حاجات مخصوصة بتاعت بيومي فؤاد. ما تخشش بقى في الموضوع ده يعني، عشان هو ما يتقالش عليه كوميدي أصلا هو بيعمله ده. لا يعني أنا بحب كوميديته، بس هو في المسلسل ده ما كانش طالع كوميدي. هو كان طالع في دور جد، وكان طالع في دور برضه داعية ديني، وبرضه سنة 2013. يعني دي حاجة برضه بتوري حاجة ان هو كذا مخرج وكذا مؤلف كذا جهة انتاج كانت مركزة في الوقت ده ان هي تطلع الحاجات دي، وحاجة بتوري يعني قوة الفن وتأثير الفن. يعني الفن لو عايز يعمل حاجة يعني لو عايز يغير حاجة بيعرف يغيرها.
او باتليست بيحرك الناس ان هم يغيروا حاجه، فاهم؟ بالظبط. اللي عجبني بقى فيها قوي ان انت بتتعاطف جدا مع الشخص اللي هو مفروض شرير، وبتكره جدا مع الشخص اللي هو مفروض بطل المسلسل. فهو جايب لك الحياة حقيقية، هو حد بيغلط هتكره قوي الحاجة اللي هو عملها، وحد تاني ممكن يكون الإطار العام بتاع شخصيته ان هو شخص فاسد مثلا. بس سيد رجب، يعني كفاية ان انا اقول لك سيد رجب، بس سيد رجب طالع عظيم. في دور عظيم. يعني اول مره بقى احس العظمه اللي انت كنت بتقعد تحكي لي عنها في المسلسلات دي في المسلسل ده. لا 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 فظيع يعني، فظيع يعني. انا بحبه ليه؟ هو طالع في دور، المفروض ان هو طالع في دور قواد، المفروض ان انت تكرهه. بس في اوقات معينه بتلاقي فيه مثلا تعنت، او يعني مش عايز برضو احرق الاحداث، بس انت ساعات بتتعاطف معاه كتير جدا. لما بيحصل له اي مأساة بتتعاطف معاه. في نفس الوقت مثلا بقية الابطال التانيين انت في اوقات بتتعاطف معاهم وفي اوقات بتكرههم. فانا بالنسبة لي هو تمثيلية حقيقية جدا. يعني وبرضو جايبة بقى حتة بقى اللي هي أسرة في السيدة زينب، وأسر تانية في حتة تانية في المهندسين أظن. فهي دي برضو يعتبر أسلوب أسامة أنور عكاشة شوية، إن هو يجيب لك مصر اللي هي الأصيلة أو الشعبية أو كده، المناطق القديمة زي ليالي الحلمية مثلا، زي مثلا في الشهد والدموع المغربلين، زي معرفش ايه. فهو كان جايب منطقة السيدة زينب. فيعني من التمثيليات الحلوة جدا. وأنا ما كملتهاش لسه في الحلقة 20 تقريبا، بس هي لحد دلوقتي ماشية كويس جدا، ورشحها جدا للناس. ماشي جميل. بس أنا يعني أظن لستة جميلة. قلنا ايه 7 8 9 حاجات يمكن ما تبقاش اتعرفت قوي، حاجات يمكن ما تبقوش شفتوها او عديتوا عليها كده، او ما خدتوش بالكم منها لأي سبب. فاحنا بيجينا يعني مسجات كتير على البيج، يا جماعة رشحوا لنا حاجة. فدي بقى اشوفها لما يبقى الوقت اللي هو بيبقى فاضي في السنة ده، لو ما فيش اي حاجة بتنزل لو بتاع، تقدروا بقى تقوموا فاتحين الليستة دي كده وتتفرجوا على حاجة، تختاروا حاجة منها يعني اللي على ذوقكم بقى، على حسب الانواع اللي احنا قلناها، وتفرجوا كده وقولوا لنا رايكم. يعني لو الحاجات اللي احنا رشحناها دي طلعت حلوه قولوا لنا، لو طلعت وحشه قولوا لنا برضو يعني. وبس انت عندك حاجه تانية تقولها؟ لا تمام، يعني اتمنى الحاجه تعجب الناس فعلا. وبس انا شخصيا بتبسط لما بلاقي حاجه قديمه ما كنتش شفتها او ما سمعتش عنها وبعدين تطلع حلوه، يعني بتبسط جدا منها. اتمنى ان احنا نبقى جبنا ترشيحات حلوه للناس. ماشي خلاص، دي نهايه الحلقه يا جماعه. شكرا ليكم، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. سلام. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا. استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.